ازيكم؟ ده الفيديو التاني اللي بنتكلم فيه عن فيزا كندا السياحية او كندا فيزيتور فيزا. فبعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن كل حاجة مطلوبة للتقديم وايه الورق اللي انت محتاجه بالتفصيل وازاي تملى الابليكيشن وتعمل كل حاجة بنفسك، وبالمناسبة الفيديو ده انا هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس تقدروا ان انتوا ترجعوا له، ده الفيديو الاول. وبكده كان فاضل اخر خطوة خالص وهي ان انت تحجز ميعاد في مكتب VFS كندا عشان خاطر تسيب البايومتريكس بتاعتك، وهي ان هم هيصوروك وهياخدوا بصمات ال10 صوابع. وده اللي هنشرح ازاي بنعمله في الفيديو ده بالتفصيل. لكن لو انت اول مره بتشوفني فانا حابب ان انا اعرفك بنفسي. انا انطون نسيم وهدفي اني اعرفك ازاي تسافر لوحدك. فيلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. اولا وقبل اي شيء لازم تكون عارف ان عشان تحجز ميعاد في المكتب ده بيكون بدون اي مصاريف زياده، لان ببساطه وقت ما انت عملت الابلكيشن ودفعت فالمصاريف اللي انت دفعتها اللي هي 185 دولار كندي دول متضمنين مصاريف مكتب VFS نفسه. فانت بالتالي انت مش محتاج ان انت تدفع اي حاجه زياده، انت بس كل اللي عليك ان انت تدخل على الموقع وتحجز الميعاد اللي انت عايز تروح فيه او اللي هو اللي بيناسبك ان انت تروح فيه مكتب VFS وبس. وثانيا خليني اقول لك ان المواعيد على طول موجوده، يعني مفيش جو اللي هو مواعيد بفلوس وان انت مثلا تروح في ميعاد يبقى مثلا بدري كمان مثلا شهر ولا شهرين، لا ده تاني يوم على طول بتقدر ان انت بكل بساطه تلاقي ميعاد تقدر ان انت تحجزه وتروح فيه مكتب VFS على طول. يعني مثلا خلينا ادي لك مثال، لو انت النهارده يوم واحد خلصت الابلكيشن بتاعك ودفعت وخلصت كل حاجه، فانت تقدر ان انت تدخل على موقع VFS وتحجز الميعاد وتلاقي ان اقرب ميعاد مفتوح لك هو ميعاد في يوم 2. يعني انت خلصت كل حاجه في يوم واحد ولقيت الميعاد ان انت تروح VFS يوم 2 على طول، يعني تاني يوم يعتبر. فبالتالي تقدر ان انت تروح على طول تاني يوم وتخلص كل حاجه كمان. وبعد ما تخلص كل حاجه هيبقى فاضل لك بس ان انت تستنى الديسيجن بتاعهم، سواء كان بالابروفل او بالقبول او بالرفض. طب ايه هو الورق اللي احنا بنروح بيه المكتب يا عم توني؟ بص، هما ورقتين بس اللي انت بتاخدهم معاك، انت ما بتحتاجش اي حاجه اكتر من كده. اول ورقه ودي بيبقى اسمها بايومتريكس كولكشن ليتر، ودي بنلاقيها في الاكونت بتاعنا على الاي ار سي سي بورتال. والتانيه اسمها ابوينتمنت ليتر، ودي بتطبعها من على موقع VFS نفسه. وطبعا اساسي لازم الباسبور يكون معاك، ما انت اكيد مش هتروح مكتب VFS بتقدم على الفيزا وانت معكش الباسبور، لازم الباسبور يكون معاك. يبقى كده 3 حاجات بالظبط هما اللي يكونوا معاك، مش محتاج اي حاجه تاني اكتر من كده، هما ال3 حاجات دول بس، مش محتاج اي حاجه تانية. وطبعا لازم اوريك ازاي بنعمل الكلام ده كله بشكل عملي، فيلا بينا على اللابتوب عشان نشوف الكلام ده كله بالتفصيل بيتم ازاي. فيلا بينا على اللابتوب. طيب اول حاجه بنعملها هنا هي ان احنا بندخل على موقع VFS Global، والموقع ده انا هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا عليه بكل سهوله. واول لما تفتح معانا البيج دي هنيجي هنا هنكتب عن I'm applying from او البلد اللي احنا بنقدم منها، وهنا هنختار مصر. نيجي هنا هنعمل سيرش على ايجيبت، واول لما تيجي ايجيبت هنختارها من هنا. وهنا احنا بنقدم ليه او احنا عايزين نقدم على سفارة كندا، فهنيجي عند I'm going to وهنختار كندا من هنا. طيب بعد ما حددنا البلاد اللي هو احنا بنقدم من مصر ورايحين كندا، بنيجي هنا بندوس على take me to the website. بتظهر معانا البيج دي، والبيج دي على طول بنختار book now. بتظهر معانا البيج دي، بنبدأ ان احنا ننزل لتحت لغاية لما بنلاقي اول حاجة اللي هي اونلاين، ودي الطريقة اللي احنا هنحجز بيها. احنا مش هنحجز لا بالتليفون ولا بالايميل، احنا هنحجز اونلاين. بنيجي عند view more من هنا وبندوس عليها، واول لما بتفتح معانا بندوس على click here. بتبدأ ان هي تفتح معانا البيج دي، والبيج دي هي البيج اللي احنا بندخل منها على الاكونت بتاعنا. طبعا احنا لسه ما عندناش اكونت، احنا المفروض ان احنا بنعمل اكونت جديد، فبنيجي عند new user من هنا وبنختارها. بتفتح معانا البيج دي، والبيج دي من خلالها احنا هنا مطلوب مننا بيانات معينة بنكتبها، زي الفيرست نيم واللاست نيم اللي هو الاسم الاول والاسم الاخير، والايميل اي دي او الايميل بنكتبه هنا، ورقم الموبايل، وكمان عندنا الباسورد وبنكتب الباسورد مرة تانية من هنا. فنبدأ ان احنا ندخل البيانات دي مع بعض. فبنيجي عند الاسم الاول وبنكتب الاسم الاول اللي هو كريم، وبعديها الاسم الاخير اللي هو الحسيني، وهنا احنا بنكتب الايميل بتاعنا، وبنيجي عند رقم الموبايل وبنكتبه هنا. طبعا احنا هنا بنكتب مفتاح البلد اللي هو 20، وبنكتب هنا رقم الموبايل بتاعنا. وهنا احنا ما بنكتبش الصفر في الاول، احنا بنبدأ من اول 10 او 12 او 11 اللي هو الرقم بعد مفتاح البلد. وهنا احنا بنيجي نكتب باسورد جديدة وبنكتبها مرة تانية هنا، وبعديها بنيجي هنا بندوس على I acknowledge terms and conditions، وبعديها بنكتب رمز الكابتشا هنا. وبعد ما بنخلص خالص بندوس على submit، بندوس على اوكي من هنا. بعدها بتظهر معانا البيج دي، والبيج دي هنا بيقول لك ان هو تمام كده،
انت المفروض ان انت بتروح على الايميل اللي انت كتبته علشان تعمل اكتيفيشن للاكونت بتاعك، وبندخل بعدها على الايميل بتاعنا، وبكده بنلاقي ان هما بالفعل بعتوا لنا ايميل بنبدا ان احنا من خلاله نعمل اكتيفيشن للاكونت. وبالظبط بعد ما بنفتح الايميل بتاعنا بنلاقي اكتيفيت اكونت، من هنا بندوس عليها بتفتح معانا البيج دي. وفي البيج دي احنا بس بنكتب الباسورد بتاعتنا وبعدها بنكتب الكابتشا من هنا، وبعدها بتفتح معانا البيج دي بنلاقيها فاضية خالص زي ما انتوا شايفين كده. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنيجي هنا بندوس على schedule appointment، ودي معناها ان احنا بنحدد ميعاد او بنعمل جدولة للميعاد بتاعنا في VFS. طبعا احنا بنحجز من القاهرة. طبعا انت لو بتقدم من اي بلد هتلاقي السنترز او مراكز VFS الخاصة بالسفارة الكندية، بتبدأ ان انت تعمل selection من هنا. طبعا في القاهرة هي في واحدة بس، فاحنا بنختار كندا فيزا ابليكيشن سنتر كايرو من هنا. بعد كده بتبدأ ان انت تدخل عدد الابليكانتس او عدد المتقدمين بالطلب، بتبدأ ان انت تدوس او بتعمل سيلكت للنمبرز من هنا. بتبدأ ان انت تختار يا اما واحد او اتنين او تلاتة على حسب انتوا كام فرد بتقدموا. طبعا انت لو فرد واحد فبتدوس واحد، وبعدها بتيجي هنا بتدوس على سيلكت appointment category. طيب انت دلوقتي انت بتعمل appointment ليه؟ انت بتعمل appointment عشان خاطر تروح تسجل البايومتريكس الخاصة بيك، اللي هي الصورة اللي انت بتصورها هناك وبصمات العشر اصابع. فبتختار بايومتريك انرولمنت من هنا. انت مش بتعمل باكج ترانسميشن، يعني انت مش بتسلم ورق، لا انت بتعمل بايومتريك انرولمنت. وبعد ما بتخلص الثلاث خانات دول بتيجي هنا بتعمل تك على I acknowledge terms and conditions وبتدوس بعدها continue. بتبدأ ان هي تفتح معاك البيج دي، والبيج دي هنا بتدوس على add applicant. انت حددت في البيج اللي فاتت ان في واحد بس هو اللي بيعمل او هو اللي بيحجز ميعاد، فانت في البيج دي انت بتكتب البيانات الخاصة بيه. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتيجي هنا عند add applicant بتدوس عليه وبتبدأ ان انت تكتب البيانات دي. طبعا هو هنا بيبدأ ان هو يطلب منك بعض الحاجات البسيطة. هو هنا بيطلب منك حاجتين، بيطلب منك ال IRCC number وده هنشوف هو بيجاب منين اساسا، وبعدها بيطلب منك تاريخ الميلاد. طيب ال IRCC number ده احنا بنجيبه منين؟ خليني اقول لك، احنا بندخل على الاكونت بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه على موقع ال IRCC، وده هنشوف دلوقتي بنجيبه ازاي. ادي الاكونت الخاص بينا على ال IRCC. احنا فتحنا البورتال بتاعنا، بنبدأ ان احنا نكتب الايميل والباسورد بتوعنا وبنختار sign in. بعدها بنفس الطريقة العادية اللي احنا كنا متعودين عليها بنلاقي البيج دي قدامنا وبندوس على I accept، وبننزل تحت خالص هنا لغاية لما بنلاقي check full application status بنختارها، وبعديها بننزل لتحت لغاية لما بنلاقي الخانة دي او الجدول ده. في الجدول ده احنا كل اللي احنا بنختاره منه هو البايومتريكس كولكشن ليتر. وخليك مركز ان البايومتريكس كولكشن ليتر، الليتر دي تحديدا او الورقة دي تحديدا احنا بناخدها معانا واحنا ورايحين نسيب البصمات بتاعتنا او البايومتريكس بتاعتنا في VFS، فلازم تعمل لها سيف وتطبعها وتاخدها معاك وانت ورايح. كده احنا فتحنا البايومتريكس كولكشن ليتر او الجواب الخاص بجمع البصمات بالشكل اللي قدامكم ده. بنبدا ان احنا ننزل لغايه الصفحه الثانيه زي كده بالظبط لغايه لما بنلاقي الباركود ده. احنا هنا كل اللي احنا محتاجينه هو ال IRCC number ده. بناخد الرقم اللي قصاده كوبي من هنا، وبعدها بنروح على موقع VFS وبندوس paste. في الخانه اللي بعدها بنكتب تاريخ الميلاد الخاص بينا، السنة، بعديها الشهر، بعديها اليوم. وطبعا احنا عندنا هنا بقية البيانات اللي هو الاسم الأول والاسم الأخير ورقم التليفون والإيميل. احنا مش محتاجين ان احنا نغير فيهم أي حاجة خالص. بعديها بندوس على submit وبنختار اوكي من هنا. بعدها بتظهر معانا البيج دي، وهنا بعد ما دخلنا البيانات الخاصة بينا اللي هي ال IRCC وتاريخ الميلاد، بعديها هنا بيقول لي ان انا اختار send one time password. دي المفروض ان هو بيبعتها لي على الايميل بتاعي علشان بيه هيبدأ ان هو يعمل verification ويبدأ ان هو ينقلني على صفحة حجز الميعاد بتاعي. فبدوس على send one time password، وهنا بيقول لي ان الباسورد بتاعتي اتبعتت على الايميل بتاعي. فبروح للايميل بتاعي من هنا وبلاقي ان هو بعتها لي هنا. بلاقي ان الوان تايم باسورد بتاعتي هي الرقم ده، باخده من هنا كوبي، بروح على البيج بتاعتي وبحطها هنا paste، وبقول له please verify the one time password and continue. بيبدأ بقى بعد كده ان هو ينقلني على البيج دي، ومن البيج دي انا هنا ممكن انا اختار الميعاد في نفس اليوم. يعني في مواعيد هنا مفتوحة في نفس اليوم، لكن هلاقيها مثلا هي مواعيد متأخرة، او ممكن مثلا تاني يوم، لان يوم تصوير الفيديو هو يوم 19. فبلاقي ان تاني يوم على طول في كل المواعيد مفتوحة ليا بداية من الساعة 9 لغاية الساعة 5. هنا بقدر ان انا اختار اي ميعاد في المواعيد دي. انا مثلا ممكن اختار مثلا ميعاد من الساعة 9 للساعة 9 ونص، وبقدر ان انا ادوس confirm هنا، ادوس على اوكي. وبكده بيقول لي ان هو خلاص انا تمام كده حجزت الميعاد وعندي الابوينتمنت ليتر
وبكده اكون انا حملتها واقدر ان انا اطبعها. والورقه دي او الابوينتمنت ده المفروض ان انا اخده معايا وانا ورايح VFS. ده انا بطبعه وباخده معايا. وكمان لازم يكون معاها البايومتريكس كولكشن ليتر. يبقى كده عندنا 3 حاجات اساسيين لازم يكونوا معانا واحنا رايحين VFS. عندنا البايومتريكس كولكشن ليتر اللي هي الورقه دي اللي بيبقى مكتوب فيها بايومتريك انستراكشن ليتر، ويكون معاها كمان او يكون معانا كمان الابوينتمنت ليتر اللي هي الورقه دي، زائد طبعا يكون معانا الباسبور. وطبعا بعد ما بتخلص كل حاجه على الرقم اللي انت بتبقى مسجله من الاول خالص هنا، ده بيجي لك عليه مسج ان انت تم حجز الميعاد بتاعك. بعديها تيجي هنا عند يس، هنا بتعمل تك وبتدوس على كلوز، وبكده تبقى انت خلاص كده خلصت وحجزت الميعاد بتاعك. فاضل ان انت بس هتروح على العنوان ده اللي هو 44 شارع الجيزه، الدور التاني في الدقي. للي ما يعرفش تقدر ان انت تدخل على الGPS على جوجل مابس وتكتب VFS كندا وهيظهر لك المكان بالظبط. وبرضه علشان اكون موضح لك، هو بيبقى قصاد مجلس الدولة في الجيزة. تقدر ان انت تروح والعنوان بسيط جدا، وتقدر ان انت تسيرش عليه على جوجل مابس وهتوصل على طول. وهنا بيقول لك معلومة مهمة، ان انت يفضل ان انت تروح قبل الميعاد بتاعك ب 15 دقيقة. وبس كده، ده كان طريقة حجز ميعاد مكتب VFS. اخر حاجة هوريها لكم دلوقتي في الفيديو معانا هي ايه اللي بيحصل بعد ما بيجيلك الموافقة. وهنا بعد ما احنا كنا دخلنا على الابليكيشن ولقينا ان هو خلاص في ديسيجن اتاخد، هنلاقي هنا في الفاينل ديسيجن ان في اليوم الفلاني هنا your application was approved، وهنا معناها ان انت جالك الموافقة. ولما بتنزل لتحت هنا احنا لو تفتكر كان عندنا 4 خانات بس او 4 مسجز بس هما اللي كانوا عندنا. دلوقتي في 2 زادوا، وهما البيومتريك فاليديتي ليتر والاوريجينال باسبورت ريكوست. ودول اول لما بيجولك بتعرف على طول ان انت لازم تروح على طول لمكتب VFS وتسلم الباسبور بتاعك. اول حاجه بتعملها ان انت بتدوس على Original Passport Request، وبعديها هنا بيقول لك ان انت محتاج تروح لمكتب VFS ومعاك الباسبور بتاعك علشان يدولك الفيزا عليه. بتطبع الورقه دي وبتاخدها معاك وبتروح بيها على طول مع الباسبور مكتب VFS وبتسلمهم. انت مش محتاج ان انت تحجز ميعاد تاني، لا انت بتروح على طول تاني يوم على طول بعد ما بيجيلك المسج دي. عندك مهله 30 يوم تقدر ان انت تروح في خلالهم مكتب VFS، لكن يفضل ان انت ما تعديش ال 30 يوم دول. تقدر ان انت تروح على طول بداية من الساعة 9 تاني يوم بعد ما بيجيلك المسج دي. وبس كده اكون وضحت لك ازاي بنحجز الميعاد، وازاي اول لما بيجي لنا مسج الابروفل او اول لما بيجي لنا المسج بتاعة الموافقة بنعمل ايه بعدها على طول. وبكده اكون شرحت لكم خطوه بخطوه ازاي بنحجز ميعاد البايومتريكس في مكتب VFS. وبالتالي زي ما قلت قبل كده، احنا بس بنستنى الديسيجن او القرار النهائي في الفيزا بتاعتنا، سواء بالقبول ان شاء الله او بالرفض لا قدر الله. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع اي حد يكون عايز يعرف ازاي يقدم على فيزا كندا بالتفصيل، وكل الديتيلز الصغيره المتعلقه بفيزا كندا السياحيه او الفيزيتور فيزا. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات فابعتولي على انستجرام او فيسبوك، وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. تقدروا ان انتوا ترجعوا لي في اي وقت وانا برد في اقرب واسرع وقت. وما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه واللي هيكون فيها معلومات كتير جدا عن السفر وعن ازاي تسافر لوحدك. سلام.